خدمت 40 حبة بسكويت للشاي ولا للقهوة بأشكال مختلفة وكامل راهم بعجينة واحدة. درت منها الكروكي، القلوب، شكل تاع الهليلات، الورقة، وتاني شكل تاع المقروط. على بالي كامل نحبوا القهوة مع بسكويت يجي قرمش من برا وبنين من داخل. لازم تسجلوا الوصفة وتجربوه. للعجينة نحتاج 3 حبات بيض كبار ولا متوسطين مع رشة ملح. لكن عندكم حبات بيض صغار ديروا 4 حبات، وكيس لافاني، ونزيدوهم نص كاس سكر عادي مع نص كاس سكر غلاسي. اللي ما عندهاش سكر الرطب تقدر تدير كاس سكر عادي. نخلط كلش بالخلاط الكهربائي حتى يبيض الخليط. اللي مش متوفر عندها تخلط بالفرشيطة عادي ولا حتى بيدك بالفويل، مهم يدوب مليح السكر. اللي ما عندهاش تاني الخلاط الكهربائي وخايفة يبقى لها السكر ما يدوبش تقدر تدير كاس كامل تاع السكر غلاسي. من بعد نجيب كاس تكون معمرة تاع زيت نباتي ونضيفها بالتدريج، وفي نفس الوقت نبقى نخلط. من بعد نضيف النواشف، نبداو بالمايزينا اللي هو نشا. حطيت نص كاس راح تخلي البسكويت تاعنا يجي خفيف ومقرمش. من بعد نزيدو عليها باكي كامل مع نص مغرف صغيرة خميرة الحلوى. نبداو نزيدو في الفرينة. ما نقدرش نعطيكم هنا شحال الكمية تاع الفرينة، بصح كاين واحد لاستيس اللي تتاكدوا باللي سي بون العجينه تاعكم راها واجده. نبداو نضيفوا الفرينه ونلموا العجينه. لازم البات تاعكم تبقى طريه وتتلصق شويه في اليد، يعني تتجمع بصح تتلصق شويه في اليد. اذا هنا كيما راكم تشوفوا مازالها تلصق شويه في اليد. نروح نغسل يدي ونجي نحكم العجينه تاعي نلقاها ما تلصقش نهائيا. هذه هي الاستيس اللي تتاكدي بها باللي العجينه تاعك راه واجده. من بعد تحطي العجينه تاعك في الثلاجه مده 5 دقائق الى 10 دقائق. تزيد تحكم روحها شويه هكا باش تعاونك بزاف في التشكيل وفي الخدمه. دهنت الصينيه تاع الفرن بالزيت وبديت بالشكل الاول شكل الورقه. كيما راكم تشوفوا الطريقه سهله مهله موضحه امامكم. هنا نجيب اصفر بيضه مع مغرف صغيره مع لافاني وندهن بها الحلوى تاعي ونشكل خطوط بالفرشيطه. الشكل الثاني راح نديرو الهليلات سهلين تاني بزاف في التشكيل ايضا. الشكل الثالث درت المقروض، والرابع كان القلوب. الشكل الخامس والاخير جمعت باقي العجينه اللي بقات لي ودرت بها الكروكي. هنا جبت حبات المقروض درتهم في عصير الليمون وفي السكر غلاسي، والتزيين يبقى اختياري، يبقى بواش حبيتي وواش كاين عندك في الدار. وشوفوا لي كيفاه جا البسكويت تاعنا اللي وجدته ساهل ماهل ويوجد في رمشة عين. مكونات اقتصادية، يجي من داخل يذوب في الفم ويتقرمش من برا ويقطع كمية كبيرة. نتمنى منكم تجربوا وصفتي وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وفي الاخير خاوتي ما تنسوش ديروا لي اشتراك ولايك تاني.